كلما صعبت الأمور وضاقت ولم تعد تتحمل شيء، فجدد كل الطرق التي اعتدت عليها، وانتقل إلى طرق أخرى تؤدي إلى نفس الهدف الذي تريد. فقط عندما تتحدى نفسك وتقاوم الصعوبات وتتحمل الكثير وتتجاهل ما لا يخصك وتنتبه لما يخصك، ستكون أنت الأفضل. إذا سلكت طريق من 100 خطوة وعلمت أن في البداية خطوة خاطئة، يجب عليك أن تعود لتسلكه من جديد، لأنك حتما ستواجه 1000 مشكلة في 100 خطوة. صفاء القلوب بعد الكراهية لا يأتي بسهولة، وفي الأغلب لا يأتي، فالبعد هو أقرب الطرق للنجاة من تحطيم كيانك. ما أسوأ أن توضع بين أمرين: إكمال طريق مليء بالعقبات، أو أنك ستكون الجاني لكل شيء حدث إذ لم تفعل ذلك. ليس هناك أصعب من أن تكمل طريق أنت مجبور عليه، رغم أنك تعلم أنه مليء بالعوائق.